يسأل شيخنا أحسن الله إليكم: هل تدخل محبة الكافر لخلقه أو محبة الكافر لجودة لعبه أو حسن اختراعاته ضمن موالة الكفار المحرمة؟ لا شك، ما دام أن الكافر عدو لله، ما دام أن الكافر عدو لله، فعلى ما أستحلي بعض صفاته؟ قل ليته مسلم، لا يكون ما عنده من خفة روح وخفة حركة مما يغطي ما هو عليه من عداوته للإسلام. فقد قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تحسن بهم الظن، اعرض عليهم الإسلام. ستجد عند العرض أن ذلك الخلق اللطيف يتغير